لشخصك اليوم واحد من أفضل رؤساء الأندية الشباب على مستوى العراق. إن شاء الله التطور في نادي دهوك الرياضي، ويوم غد راح يشهد مراسيم افتتاح دوري نجوم العراق على ملعب نادي دهوك. أتمنى تطلعنا عن آخر تحضيرات إدارة نادي دهوك لمراسيم حفل الافتتاح. أهلا وسهلا بكم، شكرا لجيتكم هنا، نورتونا، هذا محافظتكم. قلت لكم كل تفاصيل في المؤتمر الصحفي، تحضيرات في القمة. بصراحة احنا بس منتظرين الوقت، إن شاء الله راح يصير حفلة مميزة ومباراة مميزة، دهوك وزوراء، يكون يعني مباراة يليق في دوري المحترفين العراقي. وشكرا. عفوا دكتور، نادي دهوك اليوم يسير بخطى احترافية، ماذا يطمح في الموسم الجديد من الناحية الفنية والإدارية؟ بصراحة احنا كفريق نريد نعزز مركزنا ونحصل المراكز المتقدمة وأحسن من العام، وفريقنا أكثر من 50 من اللاعب والمدرب جدد، وبصراحة هذا انسجام، يعني لازم نكون صبورين احنا والجمهور، ومتفائل كلش هذا الفريق، وإن شاء الله راح يكون نادي دهوك رقم صعب في الدوري العراقي. بالسؤال الأخير دكتور، هل تطمح محافظة دهوك لاحتضان بطولات على المستوى الآسيوي أو على المستوى الدولي؟ إن شاء الله أكثر من محافظة العراق، ويعني من محافظة العراق يقدر يعني يسوي بطولات خارجية يعني